السلام عليكم يا شباب، ازيكم النهاردة؟ أنا متحمس جدا إني هشارك معاكم معلومة تقنية مثيرة عن واحدة من أهم مميزات ساعة أبل، وهي خاصية اكتشاف السقوط. تخيل معايا أنت ماشي في الشارع وفجأة حصل موقف وقعت. الموضوع مش مجرد وقعة عادية، ممكن تكون فقدت الوعي أو مش قادر تتحرك. هنا بيجي دور الساعة الذكية اللي في إيدك. طيب إزاي الساعة بتعرف إنك وقعت؟ الموضوع أذكى مما تتخيل. ساعة أبل مزودة بمستشعرات متطورة، المقياس التسارعي والجيروسكوب. بتقدر تحس بأي تغيير مفاجئ في حركتك وسرعتك واتجاهك. لما بتحصل وقعة، المستشعرات دي بتسجل نمط حركة معين، تسارع سريع لتحت وبعدين توقف مفاجئ. الذكاء الاصطناعي في الساعة بيقارن النمط ده بآلاف الأنماط المسجلة من وقعات حقيقية، وبيقرر إذا كان اللي حصل ده فعلاً سقوط ولا لأ. بس الساعة مش بتكتفي بكده. لو قمت ومشيت بعد الوقعة على طول، هي بتفهم إن الموضوع تحت السيطرة وبتلغي أي إنذار. لكن لو فضلت من غير حركة، بتبدأ في إجراءات الطوارئ. أول حاجة بتنبهك بإنذار صوتي واهتزاز قوي، وبتديك فرصة ترد عليها. لو ما ردتش خلال دقيقة، بتفترض إن في مشكلة جد وبتتصرف. بتتصل تلقائياً بخدمات الطوارئ وبتبعت موقعك الدقيق، وكمان بتبلغ جهات الاتصال اللي انت محددها للطوارئ. والكلام ده مش نظري، في قصص حقيقية كتير لناس الخاصية دي أنقذت حياتهم. زي حالة راجل في أمريكا وقع في منطقة نائية وما كانش حد حواليه، الساعة اتصلت بالإسعاف وأنقذته. المميز التكنولوجيا دي إنها بتشتغل في الخلفية طول الوقت من غير ما تعمل حاجة. دي شبكة أمان رقمية بتحميك 24 ساعة في اليوم. وعلى فكرة، الخاصية دي مش بس للكبار، هي مفيدة جداً للأطفال وكبار السن. تخيل إن والدتك أو والدك عندهم الساعة دي، هتريحك نفسياً إنك عارف إن في حد بيراقبهم حتى لو أنت مش موجود. قبل ما أختم، عايز أقول لكم إن التقنية دي مثال حي على إزاي التكنولوجيا ممكن تستخدم في حماية الإنسان وإنقاذ حياته. مش كل التطور التكنولوجي بيبعدنا عن بعض، في حاجات زي دي بتخلينا نحس بالأمان أكتر. لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وشاركوا الفيديو مع أي حد تعرفوه عنده ساعة أبل، يمكن المعلومة دي تفرق معاه. شكرا إنكم تابعتوا معايا للآخر، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.